الرسالة دي لحميتي بالذات، يعني أنا الرسالة دي دايرة يصل لحميتي. أنت يا حميتي الرسالة دي تصل لك أنت. قياداتك بتاعت النيل الأزرق ديل اللي بيمثلوك في الميديا في أرض الواقع ما عندهم ما متقبلينهم ناس النيل الأزرق أصلا. أنا بوريك بالواضح، أنا بوريك بالواضح يا حميتي. القيادات حقينك حقين الدعم السريع ديل اللي بيمثلوا قطاع النيل الأزرق ديل، الناس ديل المجتمع بتاعت النيل الأزرق رافضهم رفضا باتا. خليك عارف المعلومة دي كويس، لأنه ليش؟ أنانية، حب النفس، فهمتوا علي؟ والكبرياء، وثانيا غير متفقين مع باقي الجنود. والرسالة دي تصل لك يا حميتي. في أولاد سلموا في النيل الأزرق، في أولاد سلموا من النيل الأزرق، من الدعم السريع طلعوا فاتوا النيل الأزرق، فاتوا سلموا. بسبب شنو؟ بسبب القيادات حقينك اللي قاعدين هسي في قطاع النيل الأزرق. أنا كواحدة من النيل الأزرق، القيادات بتاع النيل الأزرق لا يمثلني ولا يمثل أي شعبي من شعب النيل الأزرق، لا يمثل شعبي من شعب النيل الأزرق بجد. يعني أنا بوريك بالواضح. والنيل الأزرق ده الموضوع ده لو ما يتصلح لقدام، أنا بجد يعني أنا بقول لك إنه النيل الأزرق ده حتكون عصية زي ما كانت الفاشر عصية. أديل أنا بوريك له الموضوع ده لو ما انتوا تصليحه من البداية قبل ما انتوا تمشوا النيل الأزرق، تتجهوا على النيل الأزرق، الموضوع ده بتكون عصية. لأنه قياداتك النعس التابعين للنيل الأزرق ليس مسؤولين، ما مسؤولين. دول بياكلوا كده، بياكلوا في بطنهم بس. حتى الجنود ما شغالين بيه، حتى الجنود ما شغالين بيه. دول بياكلوا، دول ما بيمثلوا راس النيل الأزرق نهائيا. عشان أنا أجيبه لك من جوا عديل، أجيبه لك من جوا عديل، من جوا بيت الكلاوي. دول ما بمثلوا قطاع النيل الأزرق. أنا بقول لك عديل بالواضح. ساكتين، أنا ساكتة وكنت مشغلة بحاجات تانية، لكن كنت بدرس في المواضيع. لأنه ليش؟ ديل أهلي، ديل أهلي انظلموا من قبل الكيزان، انظلموا من قبل الكيزان الأنتنوف، وشردوهم. ونسبة الفقر طبعا كتير جدا جدا، وناس مساكين. مدام ظلم لظلم، الناس اللي انت جايبهم لينك بكمثلوا ان قطاع النيل الازرق ده ديل اكبر ناس ظالمين، اكبر ناس ظالمين. ديل لا يمثلوا قطاع النيل الازرق. بوريك عديل، ديل لا يمثلوا قطاع النيل الازرق. النيل الازرق دي فيها قبائل كثيره بالمناسبه، ما قبيله ولا قبيلتين، فيه قبائل كثيره بالمناسبه النيل الازرق. والاغلبيه رطانه، طبعا الاغلبيه رطانه. ديل ما الناس اللي بمشوا بيجيبوا حقوق النيل الازرق، حقوق مواطن النيل الازرق. ديل ما الناس بجد يعني، ديل لا يمثلوا قطاع النيل الازرق. انا الكلام ده بقوله لك يا حميتي مباشر، يجيك الكلام ده، لانه في ظلم. وانا حرسل لك رسائل كثيره، انا ما عندي شغله بيزول، لكن الرساله دي انا بقوله لك كواحده من اولاد النيل، من بنات النيل الازرق. انا بكافه انا بعرف كل اللهجات بتاعت القبائل الموجوده في النيل الازرق بالمناسبه، فهمت علي؟ عشان كده يجب يعني اصلاح الناس الماشيين، الحاجه الماشيين بها الناس ديل، عشان بعدين ما تتفاجأ، عشان بعدين ما تتفاجأ. الناس لما تتوجه للنيل الازرق بعدين ما تتفاجئوا، ما تتفاجئوا بمفاجأة كبرى جدا جدا، فهمتوا علي؟ احنا قدمنا ما في يدنا، يعني قدمنا في يدنا، يعني ناشطين قدمنا ما في يدنا، لكن ما لقينا حتى الاحترام.
ما لقينا اصلا حتى لا شكرا، حتى ما لقينا عفوا منكم. يبقى انه ناس زي ديل انتوا دارين تمشي تجيبوا حق النيل الازرق؟ طبعا مستحيل. طبعا مستحيل. انتوا ناس ظلام من حسي ده، انتوا ناس ظالمين ماشيين قدام في النيل الازرق. يعني ما حتظلموا اولاد احنا، ما حتظلموا احنا في ارض الواقع. يعني ده كذب. اللي بيظلم من حسي قال الخريف اللين قالوا من شوابير بين، قالوا الخريف اللين من شوابير من بين. المطره من صبتها قال لك، المطره من صبتها. الزول بيعرف الخريف ده هيطلع خريف كويس ولا خريف كعب. فهمتوا علي؟ دي رسالتي انا اللي برسلها. وتاني حارسل رسائل لحميتي مباشر لحميتي مباشر. والرساله دي خلينا نوصلوها، ما وصلتوها عليه الكيزان بشيروها ان شاء الله. لو ما شيرتوها انتوا ناس الدعم السريع بشيروها، لانه نحن بجد الموضوع ده فهمتوا علي؟ يعني الشغله بقت خشم بيوت. والنيل الازرق غايد يكون في قطاع النيل الازرق. ما لما الناس كلهم، ما لما اولاد النيل الازرق، ما شاورهم في كبيره وما شاورهم في صغيره. الزول ده يبقى قيادي كيف؟ خلينا اسالكم سؤال، انتوا يا اللي بتمثلوا انكم انتوا قيادين للنيل الازرق. انت مدام ما انت ما قادر، انت فاشل انك تجمع اولاد النيل الازرق كلهم في قالب واحد. يبقى انك انت قيادي كيف؟ بعدين لو استلمت النيل الازرق ده تمشي تديره كيف؟ ده السؤال اللي انا بطرحه لناس قطاع النيل الازرق بالاخص. انت مدام اصلا فاشل انك تجمع الناس في قالب واحد، كيف انت بعدين حتى لو النيل الازرق دي اتحررت، مين اللي يبقى قيادي في النيل الازرق؟ ياتوا شباب من النيل الازرق اللي حيكونوا